هل حكمل في الجامعة ولا خلاص كفاية لحد هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو فيديو جديد. طبعا احنا اليومين ديل طول اليوم بنكون بنفكر في مستقبلنا، هنعمل شنو في موضوع الجامعة، هنعمل شنو في الوضع البلد الحاصل ده، هنعمل شنو في التكفيل الكثير بتاع الجامعة ده. فوالله اذا كان جيت اقول لك انه انا الليلة جاي اديك حل واضح ينفع مع كل الناس، صراحة أنا بكون جاي أكذب عليك، لأنه صراحة الموضوع بقى مفتوح من كل الجوانب، مفتوح بكل الخيارات، مشربك زي ما بيقولوا باللغة العامية عند كل الناس. فأي زول بقى عنده ظروفه براو، فأي زول بقى عنده أسبابه براو، فأي زول بقى عنده خياراته براو حرفيا. يعني عندك مثلا الزول خلاص في سمستر 9 في سمستر 10 باقي له شوية ويخلص الجامعة، أنا ما حقدر أحاول، أنا ما حقدر أسافر أخلي البلد، ما حقدر أطلع اخلي السنين اللي عشتها دي كلها عشان باقي لي شهرين في الجامعه. فده خياراته ما صعبه، خياراته مستحيله، انك لو عملت كده بصراحه بتضيع في عمرك، انت كده اللي عملته ده بتضيع في عمرك. تاني عندك برضه في نص المشوار في سمستر 5 في سمستر 6، ده صراحه ده اصعب وضع، وده اكتر زول خياراته يعني كثيره وكلها اي واحد فيهم اصعب من الثاني. هل انا امشي واضيع السنتين ثلاثه اللي قريتهم هنا ده، مش ابدا من الاول هناك، وهل اقعد استنى عشان احفظ سنين القريتها في الجامعه دي، اقعد استنى على حاجه انا ما عارف حتكون كيف لقدام؟ فصراحه النوع ده يعني او الشباب اللي بيكونوا في الموقف ده موقف ما بيقدر يحسدون عليه. الموضوع صراحه صعب، في خياراته كلها صعبه. ثالث نوع اللي بيكون يدوب في بدايه الجامعه او يدوب بدا يقدم للجامعه، حتى لو قريت سمسترين، صراحه ده خياراته بتكون انه يخلي الجامعه ويقرا برا اسهل، لانه يعني فاهم انت ما حسيت روحك ضيعت حاجه هنا، ما حاسس انك خليت حاجه وراك، فهمت؟ فده الارحم شويه، يعني بيقدر يفكر بسلاسه اكتر. لكن اذا جينا للحق صراحه الموضوع كله كده قاسي، كيف اخلي اهلي، كيف اخلي ناسي واسافر اقرا برا. يعني تمام، هي ناس كثيرين بيقدروا يعملوا الحاجه دي، لكن ناس كثيرين برضه ما بيقدروا يعملوا الحاجه دي لاسباب كثيره جدا، ايا كان نوع السبب هو شنو. يعني مثلا يعني بتكون مثلا براك في البيت ما في زول، انت لو سافرت ما في زول حيفضل في البيت، فالموضوع اصعب، يعني الموضوع بيكون صعب جدا بالنسبه لك. ففي ناس بتيجي تقول لي طيب تمام، ما احنا انا داير اكمل قرايتي عشان اقدر افضل في بيتنا، اقدر اكون نفسي، اقدر اكون بيتنا اللي انت بتقول لي اقعد ليه ده، لانه القرايه برا بنسبه 90% ما قاعد تتقيف. فدي كلها وجهات نظر، يعني فهمت؟ فكلامي بدايه الفيديو ده حابب اوضح لك انه الموضوع صراحه يعني اكبر مما انت تتخيله. الموضوع صعب انه زول يختار لك خيار، انك يقول لك اقعد، انك يقول لك لا سافر اقرا برا. الموضوع عباره عن مجموعه كثيره من الاسباب الشخصيه، الموضوع عباره عن مجموعه كبيره من الحاجات المفضل بيقدر يحددها لك انت بنفسك، ووضعك في بيتكم، في حياتك الجامعيه الثانيه اللي انت تمشي تخليها، هل بتحدد لك انت المفروض تعمل شو. في ناس كثيرين صراحه سافروا، من اصحابي القراب سافروا وما شاء الله بيقروا برا، يعني امورهم ظابطه صراحه، يعني حتى من قبل ما الدنيا تجو تصي. لكن برضو خلينا نعاين من كل الجوانب زي ما بيقولوا، ما كل زول طلع خلى الجامعه هنا نجح برضه، فهمت؟ خلي ده اوبشن في راسك، ما دايما يعني انك لما تخلي البلد حتنجح دي حاجه خليها، يعني في حاجات كثيره كعبه تحت انت حاول عليها قبل ما تعمل الحاجه الايجابيه، تمام؟ في انك حتفارق بيتكم، في انه حتكون عايش براك بطريقه مستقله، انت لو ما متعود على الحاجه دي صراحه ما حتقدر. انه يعني طريقه القرايه برا السودان صراحه ما زينا هنا، هناك في نوع من الجديه يعني صراحه بجد. فعندي حد كل حاجات تخلي لها بالك، يعني البلد انك حتغير البلد كامله، فهمتوا المشكله؟ فالناس تفكر في كل الجوانب، يعني انا ما دايركم تعاينوا للجانب بتاع انه انا حاطلع برا اخلص الجامعه بس. فصراحه انا الليله ما جاي احبز لك دي او احبز لك دي، انا يعني زي ما بقولوا جاي الفت نظرك لشويه حياتي انت ما شايفها، او زي ما بقولوا ثاني جاي افكر معاكم بصوت عالي، لانه بجد نحن الفتره دي مضغوطين بطريقه غريبه، بالذات في موضوع مستقبلي وجامعتي. الواحد كان قاعد بيشرب كوبايه قهوه، انت بتتذكر الكلام ده كله، بتخلي الكوبايه وبتقوم تلف، لانه صراحه انا اندر زول اتكلم معاه واندر زول يقول لي انتوا فاهمين انه لانه الموضوع صراحه كاتم شديد، احنا ما عارف يعني اندر زول، يعني مثلا اكون بقلب في فيسبوك القى فيديو زي ده حضر، القى زول بيقول لي يعني اقدر اسرح معاه، فهمتوا؟ لانه زي ما بقولوا العمر واحد، الفات ما بيجي منه تاني. فصح يعني انا مع الناس اللي بتفكر بطريقه ايجابيه انها تحاول تستغل عمرها ده، اذا كان بقرايه، اذا كان بشغل، اذا كان بالحاجه اللي في يدك يعني. يعني الناس تفكر صح بس قبل ما تحاول تعمل اي حاجه. وبرضه زي ما قاعد اقول طوالي في النوعيه دي من الفيديوهات لما اجي اتكلم، ما في زول عارف الشر وين والخير وين، ما في.
ورزقك ده المكتوب لك ده يعني غصبا عنك حتمشي له انت، يعني لو مكتوب لك في اي حته انت حتمشي له رجال. فهمتوا علي؟ فما تستعجل صراحه، يعني رزقك دي جايك انت ما حتمشي منه حته. الناس تهدى، تفكر برواقه، تشوف داير تعمل شنو وترسى على الخير، يعني زي ما بقول. وزي ما قلت الفيديو ده اكبر من انه انا داير اديك نصيحه او كده، لانه كلنا عايزين نتكلم زي ما قلت لكم، وعايزين زول يتكلم معانا. فصراحه التعليقات او الكومنتات مفتوحه للجميع، اي زول يكتب لنا رايه تحت. وصراحه لو الكومنتات كانت مليانه وفي حاجات كتير ممكن تفيدنا، حنعمل بارت 2 من الفيديو ثاني ونعيده ثاني ونشوف اراء الناس كلها شنو، لانه بجد نحن دايرين زول يفيدنا. فعليكم الله، اي زول عنده فكره عنده وجهه نظر عن الموضوع ده اكتب تحت في الكومنتات، والناس كلها ترجع تتابع الكومنتات عشان كلنا نستفيد. انتوا عارفين احنا متأزمين له شنو صح؟ وصراحه يعني فيديو يوم الخميس، يعني احنا صراحه بيجي ننزل فيديو يوم الاثنين وفيديو يوم الخميس، ففيديو يوم الخميس حيكون مكمل للفيديو ده، عنده علاقه بالموضوع بتاع الجامعات والتكفيل، فتابعوا يوم الخميس، ده عباره عن فيديو حيكون مكمل لفيديو الليله، فاستنونا يوم الخميس. وبرضه زي ما قلت لكم الناس ترسى تهدى شويه، التقديمات لمصر وتركيا وقبرص والحتات الجاري لها كلنا دي حيكون فاتح، يعني حيكون فاتح لحد شهر 12 شهر 1. الناس ما تستعجل، الناس شهرين 3 الجايات تحاول تقيم الحال بتاع الجامعات هنا، هل حتفتح، الامور لسه جايطه، وبعد ذاك شو التقديم يعني ما قاسي صراحه، يعني بيشوفتوا السنه اللي فاتت وكده، الموضوع ما قاسي صراحه. الناس ممكن تقدم في اي وقت ويشيلوك التخصص اللي انت عايزه. فالناس شنو تحاول تعاين الوضع من بعيد كده، لو في عمل بتاع فتح جامعات وبتاع، الناس شنو تتابع في جامعات عشان ما تضيع السنين اللي فاتت. لو لقيتوا الموضوع بعيد بعد انت وخياراتك اللي قلنا عليها، فربنا يسوي فوق الخير بس ان شاء الله، وكل زول يلاقوا الخير محل ما يقبل ان شاء الله. الناس بس انه تهدى وتاخد الموضوع جاد بصوره جاده يعني. اخر حاجه حابه انبه عليها الليله، الليله اول يوم من ذي الحجه وبدايه ال10 ايام المبروكه او المباركات من شهر ذي الحجه. حابة أقول للناس تحاول تتماسك في الأيام دي وتكتر من الصلوات والدعوات والصدقات والصيام، لأنها صراحة بجد أيام لا تفوت وبنستناها من سنة لسنة. والناس يعني تشرك ليوم عرفة ده يا جماعة، يوم عرفة ده بصراحة يعني أنت فاهم ده من أكتر الأيام أنا بستناهم في السنة. أنت فاهم يعني شو ده، أي دعوة أنت بتدعيها مستجابة. فصراحة يعني انت حاول بقى 10 يوم لحد او 9 يوم يوم عرفة، فالناس من يجهز ادعيتك كلها اللي عايز تدعيها، يومك كله من يحاول يجهزه يا مان. يوم عظيم يوم عظيم يوم عظيم، فبجد ما تفوتوا الايام دي بجد. يعني دي حاجة يعني انا تذكرت انه لازم ننبه عليها، يعني الناس ما تنسى اليوم بجد، او 10 يوم الجهاد دي، وتحاول تلملم حسنات وتلقط زي ما بيقولوا، والشغله الحسنات دي يقولوا طلعت. فكونوا بخير ان شاء الله. في اخر الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كل اللي قلناه الليله. وزي ما قلنا لكم اي زول عنده راي او اي زول عنده حاجه عايز يقول اكتبها في الكومنتات، كلنا حنقرا كل الكومنتات، هرد على كل الكومنتات، حسكرين كل الكومنتات وحنعمل فيديو ثاني. فادونا اراءكم بصوره جاده عشان نحاول نستفيد كلنا. في اخر الفيديو كان معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو، استنوني يوم الخميس ان شاء الله. السلام عليكم.